حرائق وثلوج في تركيا. شهدت تركيا منذ أسبوع حرائق غابات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل، أحدهما من عمال الغابات كان يحاول إخماد الحريق، إضافة إلى وفاة رجل عمره 81 عاما بسبب استنشاق الدخان. أطفال النار أعلنت مسؤوليتها عن حرائق غابات تركيا، وألحقت حرائق غابات تركيا أضرارا ودمرت حوالي 200 منزل، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الإجلاء. أطفال النار هي يعني زي يعني وحدة أو منظمة أعلنت مسؤوليتها عن هذه الحرائق، فيما أصبحت معظم الحرائق تحت السيطرة بعد انحسار الموجة الحارة التي ساهمت في إشعال تلك الحرائق. وهذه الجماعة المجهولة التي نسبيا أو تطلق على نفسها اسم أطفال النار أعلنت مسؤوليتها عن عشرات الحرائق في 6 مدن تركيا. تمت مكافحة النيران في منطقة أزمير السياحية الشهيرة في شرق البلاد، فيما أغلقت السلطات في وقت سابق عدة طرق بالقرب من منتجع تشيتشيمي كإجراء احترازي. وأمس الجمعة شهدت تركيا أيضا تساقط للثلوج في شمال البلاد، وقالت وسائل الإعلام إن الثلوج تساقطت في عدة محافظات في شرق الأناضول، منها ريزي وطرابزون وبايبورت وأردروم. هذه هي ملخص ما يمر به حالة الطقس في تركيا حاليا.